اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه شيتوس فاميلي. النهارده هقدم لكم وصفه الرنجه بس بطريقتي الخاصه. يلا بينا على الوصفه. اول حاجه هنعملها هنبدا ننضف الرنجه. بنبدا نقص راسها ونقطع الزعانف بتاعتها وبنقصقصها زي ما احنا شايفين. ببدا ان انا انضفها شويه شويه وبسلخ الجلد بتاعها. سهله جدا في التنظيف، ما بتاخدش وقت خالص. ببدا ان انا بشيل بعد ما بقص الراس، بقص الزعانف وبعدين بشيل سلسلة الظهر. بيبقى فيه زي سفة صغير كده في الأطراف بشيله برضو، وخلاص تبقى جاهزة معانا للأكل على طول. هنا بنشيل برضو البطارخ وبشيل منها المعدة، بتبقى ماسكة معاها زي خيط رفيع كده، بنقصقصها ونشيلها. هنا بنبدأ ان احنا نقطع الرنجة زي ما احنا شايفين مكعبات عشان نجهزها لسلطة الرنجة. بناخدها واحدة واحدة كده، سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص، بسيطة وجميلة. مش عايزة اقول لكم طعمها حكاية في الاخر. بعد ما نخلص وصفتنا هتدعولي بجد عليها. هنا بنقطع البطارخ، جميلة جدا. بنضيفهم على بعض. نجهز دلوقتي الخضار بتاع الرنجة. هنقطع الطماطم مكعبات زي السلطة زي ما احنا شايفين، وهنجهز كمان معانا بعد الطماطم هنجهز معانا الفلفل الاخضر. ممكن نحط فلفل الوان حسب ما انتوا حابين وحسب الموجود، حسب ما كل واحد حابب يحط معاها ايه. بنضيف الفلفل على الطماطم، وبعد كده بنقطع حبتين بصل ابيض برضو مكعبات زي السلطة زي ما احنا شايفين، وبنضيفهم على الطماطم والفلفل. مش عايزه اقول لكم السلطة دي حكاية في الاخر. وبعد كده لازم طبعا ما تحلاش الرنجة الا بالبصل الاخضر. بنقطع البصل الاخضر اساسي، بيديلها طعم جميل جدا ونكهة رائعة جدا. بنقطع الليمون، هنحتاج عصير ليمون معانا. بنقلب كل اللي قطعناه مع بعضيه، وبعدين بنضيف عليه السلطة. نقلبهم مع بعض، الرنجة مع السلطة مع البطارخ كلهم مع بعض كده. وبعدين بنضيف بقى البهارات، ملح وفلفل اسود وكمون وفلفل حراق حسب الرغبة. وبنضيف عصير الليمون اللي عصرناه. كنا مجهزين طحينة من قبل كده بنضيفها عليهم، وبنقلبهم كلهم مع بعض. مش عايزة اقول لكم الريحة والطعم حكاية بصراحة. بعد ما نقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، تندمج كلها مع بعضيها. بندي لها رشة زيت زيتون. والرنجة بتتقدم بكذا طريقة، بس انا النهاردة قدمتها لكم بطريقتي، يعني طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، وان شاء الله هتعجبكم اول ما تجربوها. ما تنسوناش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب، واعملوا فولو القناة لو مش عاملين. واشوفكم في حلقة جديدة، وفي امان الله.